لكم اش غنقول لكم اليوم. ماشي بزاف هادي كنا غادي ننظموا واحد الندوه على الوعي الجماعي وعلاقته مع الرياضه. الغريب ان كنت عرفتوا بان تاجل داكشي لاسباب اللي كيعرفها الجميع. الغريب ان الاتصالات اللي تلقينا للحضور اللي كندوى داكشي كان يفوق الخيال. كنت كنتمنى ان الحضور اللي كان غادي يشرفنا في الرياضه وفي الوعي الجماعي يكون ايضا في موضوع في هذا المستوى، ولكن بان لي بان النقاش ديالهم هو نقاش نخبوي، بمعنى ان حضرته النخبه. لان كنت كنهضروا على التسريع الصناعي، حقيقه التسريع الصناعي راه كيقيس في الواقع المعيشي ديال اي فرد في المجتمع، اي مواطن، ولكن ما كيستشعروش بالشكل ربما الصحيح، او خليني نقول ربما ما كيستهويش. ولكن الاهم فوق هذا وذاك هو الجمع ديالنا اليوم، هو اننا وهذه المناسبه بغيت نشكر مركز سنابيل شخص الدكتوره حكيمه الحيطي والاستاذ الدكتور نبيل المنسق العام والاخوان الاخوات اعضاء المكتب على هذه البادره الطيبه. لان شنو اللي كيهم هو التوصيات اللي غادي نخرجوا بها. ولكن قبل التوصيات انا بغيت نشكركم، بغيت نشكر الحضور ديال اليوم، لان اللي حاضر اليوم فعلا عنده حس خاص، وحس خاص يعني بالرهانات الكبرى ديال البلاد. ما تنساوش راه اليوم كاينه واحد الحرب اللي غادي تقيس الاقتصاد ديالنا، بغينا او كرهنا. فالاهميه والسياق ديال اختيار هذا الموضوع ما كنظنش انه اختيار صدفي او اعتباري. لذلك بغيت نجدد لكم الشكر على الحضور ديالكم. بغيت نشكر السيد رئيس العنصر اللي بغيتكم تصفقوا عليه. لماذا؟ لانه رغم المشاغل ديالو فما كيبخلش انه يحضر معنا، الله يطول عمره ويخليه لينا، انه دائما كيحضر باش يدعم كل المبادرات اللي كتقوم بها الحركه الشعبيه. فمره اخرى اجدد الشكر لكم جميعا. طبعا لابد ايضا من الشكر للباحثين والخبراء في المركز اللي كيساهموا بعملهم العلمي الجاد في إغناء النقاش العمومي حول القضايا كما قلت الاقتصادية والاستراتيجية اللي كتهم مستقبل بلادنا. مركز سنابيل اليوم أصبح حقيقة فكرية ومؤسساتية داخل المشهد الوطني، ففي ظرف وجيز ربما استطاع أن يرسخ حضوره كفضاء للإنتاج العلمي والتحليل الاستراتيجي عالي المستوى. ما كيعرفوهاش بزاف الحركيين، ولكن راه نتجو بزاف ديال الأوراق اللي غادي نحتاجوها واللي غادي نشتغلوا عليها ان شاء الله لاحقا في المشروع المجتمعي ديالنا اللي غادي نقدموه، وايضا حتى في البرنامج الانتخابي. ولو ان ما كنبغيش نقولوا غادي نقدموا للمغاربه برنامج انتخابي، حيت فين ما كنتحدثوا على برنامج انتخابي خصنا يكون نتحلوا بواحد النوع من الواقعيه ونطرحوا السؤال: ما مآل البرامج الانتخابيه السابقه؟ انا كسياسي اليوم كنحشم نجي نقول للمغاربه غادي نقدم لكم برنامج انتخابي على ارقام اللي انا ما كنضبطش، على معدل النمو اللي ما غاديش نضبطو، واللي راهين ولا بالرحمه ديال السماء اللي هي الشتاء. شحال هذا المحصول الزراعي وشحال كان ديال التساقطات. اذا كاين واحد المجموعه ديال الاسئله اللي كان ربما كنقدموا في البرامج الانتخابيه ديالنا، واللي كتزيد كتوسع ديك الهوه ديال الثقه ما بين المواطن وما بين الفاعل السياسي. علاش؟ لانه كيعطي وعود اللي ما كيتحكمش فيها، كما الحكومه كتعطينا كتعرفوا هذا الشيء في كل موضوع، في كل قانون ماليه كيعطيونا ارقام، كيقولوا لنا شحال غادي يكون في العجز، شحال غادي نديروا في المديونيه، شحال غادي نديروا في التضخم، شحال غادي نديروا. انا عرفت هذه الحكومه من نهار جات ولو مؤشر واحد قدرت تنجح فيه، ولو مؤشر واحد قدرت تقرب ليه. كيقولوا لنا العجز غادي التضخم غادي نحصروه في 5 و 6 و 7%، سمحوا لي وصلنا لفيه 20% ديال التضخم، هو اللي كيفسر هذا السعار ديال الغلاء اللي شعل في الجيوب ديال المواطنين المغاربه. على كل هذه غير باش نسد القوس، لان اشاره لكم ايضا باش نكونوا واقعيين. المغاربه ما بقاوش كيتحملوا الوعود الكاذبه، نكونوا واقعيين معهم من خلال التعاقد. هذا بغيت نوصل، ماشي برنامج انتخابي، بغينا نقدموا للمغاربه واحد التعاقد مجتمعي
ها علاش باش كنتعاقدوا مع المغاربه، ماشي كنوعدوهم ولكن كنقول لهم ها الاصلاحات اللي خصنا نديروا، الا نجحنا في هذه الاصلاحات ربما غادي نوصلوا لهذه الارقام ولهذه المؤشرات اللي كنطمحوا ليها كاملين. ولكن ملي كنطبقوا المؤشرات انا كتبان لي كنقلبوا المعادله، واش فين ما كنقلبوا المعادله شحال ما كنبعدوا على الانتظارات وشحال ما كنفقدوا الثقه ديال المواطنين. انا عندي هذا الرجاء نمشيو فيه، الا اتفقتوا معايا نمشيو في هذه الواقعيه السياسيه. الواقعيه السياسيه اللي كتطلب هذا الشيء، كتطلب تعاقد اكثر ما كتطلب ارقام اللي ما كنتحكموش فيها، واللي كتبقى رهينه سياقات وكذا احداث الى اخره، واللي يمكن تعصف داكشي كله من بعد ما كنقدروا ما كيبقى عندنا ما نقولوا للمغاربه. اذا اصبح سنابل اليوم الذراع الفكري لحزب الحركه الشعبيه، نظم ندوات، نظم لقاءات اكاديميه رفيعه المستوى، كما نجح ايضا في بناء شبكه علاقات دوليه. وهنا بمناسبه باش نهنئكم يعني على هذا الانفتاح مع عدد من مراكز التفكير عبر العالم، ماشي غير الوطنيه ولكن عبر العالم. طبعا اختيار موضوع هذه الندوه حول منظومه التسريع الصناعي واثرها الاقتصادي على الصعيد الوطني، وإلا كنتحدث انا والاخت حكيمه وهي كتقول التسريع، وانا ما كوم لي بارلمونتير سون توردو، هي كتقول التسريع وانا كنمشي للتشريع. ولقينا بان حنا ما بعادش، لان ما يمكنش يكون تسريع في غياب التشريع. الا ما كانش التشريع اللي كيكون الاطار ياك اسيدي، الا ما كانش الاطار القانوني اللي غادي يحكم هذا التسريع هذا، فما حتى الا كانت السرعه ما غادي نخطئوا الاتجاه، ما كنعرفوش ايه الاتجاه اللي غادي نمشيو ليه. اذا اختيار هاد منظومه التسريع الصناعي واثرها على الاقتصاد الوطني ليس مجرد موضوع تقني، بل هو في صلب السؤال الاقتصادي الكبير. السؤال الاقتصادي الكبير اللي كيواجه المغرب اليوم، اللي هو كيف نبني اقتصادا منتجا قادرا على خلق الثروه وفرص الشغل. اقتصاد اللي يقدر يخلق لنا الثروه ويخلق لنا ايضا الفرص ديال الشغل. وفي هذا السياق قدم مراكز سنابل في احدى الاوراق ديالو السياسيه قراءه نقديه لتجربه المغرب الصناعيه خلال العقدين الاخيرين 20 سنه اللي فاتت. كيأكد التقرير ان المغرب بالفعل حقق يعني نجاحات قطاعيه مهمه، خصوصا في صناعه السيارات، ما كنختلفوش، في الطيران، في الخدمات اللوجستيكيه. استطاع ايضا الاندماج في سلاسل القيمه المضافه العالميه، غير ان هذه النجاحات بقيت محدوده الاثر على التحول البنيوي الاقتصادي الوطني. علاش؟ بسبب ضعف الاندماج المحلي. شنو نقول الاندماج المحلي؟ دابا شنو درنا؟ حولنا المغرب لواحد المنصه تقريبا ديال يعني منصه ديال استقبال الاستثمارات الاجنبيه. شوف دابا انتبهوا معايا مزيان هادشي درنا، حولنا بلادنا لواحد المنصه ديال الاستثمارات الاجنبيه. مزيان هادشي يمكن نجحنا فيه شيئا ما، ولكن فاش فخنا اننا ما قدرناش نبنيو قدرات انتاجيه وطنيه حقيقيه. الا ما كانش هذا التوازن ما غاديش يمكن يكون هذا التسريع الصناعي بالشكل اللي كنطمحوا ليه. بعباره اخرى، الصناعه المغربيه ما غتحققش اثرها الكامل الا تحولت من صناعه، تابعوا معايا مزيان، موجهه للتصدير فقط، الى صناعه قادره على بناء قاعده انتاجيه وطنيه متماسكه. اما الورقه الثانيه اللي قدمها اللي اعدها المركز فهي كتقترح ما يمكن تسميته عقيده صناعيه مغربيه جديده، من دوكترين اندستريال. ياك سي العقيده سي لا دوكترين اندستريال. هذه العقيده الصناعيه المغربيه هي اللي كنطمحوا ليها جميع، تقوم على منطق التعلم التدريجي وبناء القدرات الوطنيه. هذه العقيده ايضا ترتكز على 3 محاور واضحه. اولا هي توسيع الاسواق والقدرات الانتاجيه في القطاعات التي راكم فيها المغرب خبره صناعيه. ثانيا رفع نسبه الاندماج المحلي داخل المنظومات الصناعيه القائمه باش تولي المقاومه المغربيه جزء اساسي من سلاسل الانتاج. وثالثا اطلاق جيل جديد من الصناعات المرتبطه القريبه من القدرات العلميه والصناعيه الوطنيه. والغايه شنو هي؟ الغايه هي الانتقال من اقتصاد التجميع الصناعي الى اقتصاد الانتاج والابتكار، بما يعزز السياده الاقتصاديه، خلق الشغل مستدامه للشباب المغربي. المغرب اختار منذ سنوات انه يراهن على الصناعه كرافعه اساسيه للتنميه عبر اطلاق سياسات صناعيه تهدف الى بناء منظومه انتاجيه متكامله وربط الاقتصاد الوطني بسلاسل القيمه العالميه. طبعا قامت هذه المقاربه على فكره خلق منظومات صناعيه متخصصه تجمع المستثمرين والموردين
والمقاولات المحلية في إطار واحد لتعزيز الاندماج الصناعي وتحسين التنافسية. غير أن السؤال الحقيقي اليوم ماشي هو في وجود المخططات أو في إعلانها، بل في مدى قدرتها على تحويل الاقتصاد المغربي إلى اقتصاد صناعي حقيقي. التجارب الوطنية تظهر أن نجاح أي سياسة صناعية لا يقاس بعدد المناطق الصناعية. ما نهضروش كيشيروا عندنا لو عندنا ليه، مش هذا هو المعيار الحقيقي، ولا بحجم الاستثمارات المستقطبة فقط، بل بقدرتها على بناء نسيج صناعي وطني قوي وتطوير المقاولة المحلية ونقل عالية وفرص شغل مستدامة. بل إن الانطباع السائد اليوم هو أن السياسات الصناعية كما ذكرت قبل قليل أصبحت في كثير من الأحيان مجرد سياسة كما قلت قبيلة لجذب الاستثمارات الخارجية دون أن يواكب ذلك بالقدر الكافي بناء قدرات صناعية محلية وطنية وإدماج المقاولة المغربية في هذه المنظومات الإنتاجية. الصناعة اليوم ليست مجرد مصانع أو مناطق صناعية، اسمحوا لي، بل هي مشروع اقتصادي وطني طويل المدى يقوم على 3 عناصر أساسية. أولا تعميق الاندماج الصناعي الوطني باش تولي المقاولة المغربية شريك حقيقي في الإنتاج. ثانيا دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة لتصبح قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وثالثا الاستثمار في رأس المال البشري. ومن هذا المنطلق في الحركة الشعبية ما كتكتفيش بتشخيص الاختلالات، راه كيبداو يقولوا لنا دابا كنتاقدوا حيت تجبر في المعارضه. لا، كنتاقدوا، كنقدموا البديل، كنقدموا البدائل، وانتبهوا فين ما كنتاقدوا شي حاجه كنعطيو البديل ديالها، حيت ساهل تنتقد باش تنتقد، ولكن كنتاقدوا كنعطيو البديل، واخا حنا ماشي ملزمين نعطيو البديل، يخرجوا ونجيو حنا ونقدموا البديل. ياك الدكتور علاء الدين، هادشي هو اللي كاين. ما يمكنش غادي يكونوا هنا نعطيو حنا، ومع ذلك فالكرم ديالنا كيبقى دائما حنا كنقدموا لهم البدائل، وكنقول لهم احيانا غير سمعوا لينا، غير تصنتوا لينا، ونقول لكم راه هذاك الشيء اللي كنا كنبهوا ليه وهذاك الشيء اللي كنا كنحضروا منه كله طاحوا فيه، كله طاحوا فيه. ما بقى يمكن الا بديت كنجبد ديك الامثله ما غاديش نسالي، ما كاينش نقاط وباعترافهم. يمكن اخرها هي نهار الاستوراد ديال الرؤوس ديال القطيع بعيد، قلنا لهم راه هادشي ما خدامش، غتمشيو تجيبوا الحواله من تما كاينه، دعموا الحوالي ديالكم، غادي تدعموا انا والبيع في رومانيا في اسبانيا، دعموا محمد علي ومحمد سعيد هنا، اذا دعمتوا هادو هنا وجابوا الدوره واعترفوا بها. جا السي بوزير قال لهم ما توفقناش، عاودنا هذا وزير في الماليه في الحكومه ديالهم الصديق العزيز السي فوزي، ولكن انا كنحيي فيه الشجاعه انه اقر بانها كانت مقاربه خاطئه، وعاد رجعوا ليها دابا ولينا كندعموا القاطع. شحال ضيعنا عامين او 3 سنين في واحد المقاربه اللي مشات كلها خاطئه باش نرجعوا للموضوع. اذا هذا هدر الزمن التنموي وهدر ايضا حتى التدبير الحكومي، زمن التدبير الحكومي. اذا معليش نطول عليكم بزاف. انا على يقين ان دور مراكز التفكير جاده مثل مركز سنابل عندها اهميه خاصه، لانه فعلا كيتيح واحد الفضاء للتفكير العلمي الحر ويجمع بين الخبره الاكاديميه والمعرفه الميدانيه، وكيساهم في الورث مقترحات عمليه تساعد على بناء سياسات صناعيه وطنيه اكثر فعاليه وعداله مستدامه. انا بغيت نشكركم بزاف وبغيتكم تكملوا في هذا الشيء، حنا محتاجين لكم. دابا السياسه فيها 2 ديال المستويات، كاين المستوى اللي تنظيمي محلي جهوي اقليمي، اسميو اللي بغيتي، ولكن هذا النشاط التنظيمي باش كنقدروا ندعموه وبواحد النشاط فكري هي الخدمه اللي كتعطيونا نتوما، هي اللي غادي نخدموا غدا المغاربه. فحنا كنعولوا على المركز وكنعولوا على الكفاءات الحركيه ديالنا انها فعلا شوف راه واخا كنقول المركز ما تمشيوش ما تبقاو تفرجوا، هذا المركز راه ديالكم، سمعتوني؟ هذا المركز راه ديالكم، الافكار ديالكم، الرؤى ديالكم، الاقتراحات ديالكم كلها مرحب بها في المركز، يمكن تحطوها لهم وهما غادي يعمقوا فيها النقاش وغادي يزيدوا يحللوا اكثر، وفعلا غادي يعطيوها لنا في واحد الصيغه اللي غادي تكون متطوره واللي غادي تكون اكثر عمق واللي غادي تكون فعلا عندها واحد الصداع للحياه ديال المواطنين. كما العاده ما سخيتش بكم وخا الحديث معكم شيق وذو شجون، غادي نكتفي بهذا القدر وغادي نتمنى كل التوفيق وكل النجاح للمركز السلامي. شكرا.